موسى التكريم ديال البارح ديال نعيمة الشرقي وكان تكريم دائم، ولكن التكريم دائما الجمهور المغربي كيكرمها في الاعمال ديالها، باي عمل درسو فهي مكرمه. والتكريم كان في المستوى. البارح الكلمه اللي لقات تازي اشتغلتي معاها بزاف، والفيلم الاخير اللي كان ديال ولاد الحلال اشتغلت معاها في المسرح. كانت المراه كتعطي كل الاحساس ديالها للدور، وكتضحي بكل ما في المعنى من الكلمه، بحيث كانت حامل. كنا كنديروا جوله بمسرحيه سيد عبد الرحمن المجدوب مع الطريف الصديقي في سنه 68. كنا جوله في الجزائر وفي المغرب وفي تونس، وكانت حامله بابنها البكر هشام، وكنت حامله ب6 شهور. كانت كيخصني تركبني يوميا، كتركبني فوق ظهرها. كنقول لها ما تركبينيش، راه غادي توقع شي حاجه للدري ديالك. فكنت كانت عندي 20 عام، كنت كنعرق ونشف، كنخمم ليها اللي خسر ليها الدري. فالحمد لله قضينا جوله بالجزائر وتونس وفي المغرب، وسلك الدري. بقات الذكريات ديالك معاه، الذكريات ديالو حتى زاد ولا دونتيست دابا. تبارك الله تلاقى به وحكيت لي هذه القضيه مئات المرات. كيبقى يضحك. كي دايره الصحيحه نتايا؟ الحمد لله شويه بخير الحمد لله. جيتي دابا حصلناك مع المدام كدير دويره هنا في جامع الفنا. شتي القروده شتي الحناش. واش اسباب الغياب ديالك على التابيروج؟ انا لاحظت بلي تغير جامع الفنا ياك، ومازال كاين تغيير لان الحلايقية له يعني عده اشياء تبدلات فيه. تبارك الله عليك، ساعه سعيده، نشوفك بصحه السلامه ان شاء الله. الله يطول عمرك.